بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنشرح حاجة اسمها الأحكام النون الساكنة والتنوين. الحصة الماضية خدنا الإصغار الحلقي. النهاردة إن شاء الله هنكمل البقية. أول حاجة هناخدها إن شاء الله بإذن الله هنبدأ بالإدغام. الإدغام هو الإدغام لغة الإدخال. إيه هو الإدخال؟ ندخل شيء في شيء، حاجة في حاجة. مثلا جبنا قماشة منفصلة عن قماشة، هنروح مدخلين هما الاتنين مع بعض ومخيطين وهيبقوا قماشة واحدة، هو ده الإدخال. تاني حاجة اصطلاحا بقى عرفناه لغة. اصطلاحا هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث الصيران عند نطق حرفا واحدا مشددا. يعني ايه مش فاهمين؟ يعني مثلا جبنا نون ساكنة ونون متحركة، دخلناهما الاتنين في بعض يبقوا نون مشددة. جبنا أي حرف ساكن مع أي حرف متحرك دخلناهم الاتنين مع بعض يبقوا حرف مشدد، لأن ينطقوه عند النطق بقى يبقى حرف مشدد. ماشي. ايه حروفه؟ مجموعة في كلمة يرملون، مقسومة إلى قسم، مقسومة لقسمين، بغنة وبغير غنة. ايه اللي بغنة؟ بغنة مجموعة في كلمة ينمو، الياء والنون والميم والواو. أي حرف يجي أو أي حرف من دول يجي بعد النون الساكنة أو التنوين نغني فيه. زي مثلا كلمة ايه؟ مواق، النون ساكنة هي أتى بعدها حرف الواو، نغني فيها مواق مواق. هنخش فيه اللي بغير غنة، اللام والراء. اللام والراء ما ينفعش نغني فيهم. من ربهم ما غنناش فيها، من ربهم ما نغنيش فيها، من ربهم. بسبب الإدغام ايه؟ التماثل مع النون والتقارب مع باقي الحروف. هنخش على تاني حاجة الإقلاب. ايه الإقلاب لغة؟ الإقلاب لغة التحويل، يعني نحول شيء عن وجهه، يعني نحول حاجة عن حاجة. اصطلاحا هو قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميما مع مراعاة الغنة. يعني لما نيجي ننطق حرف ايه الأول؟ حرف الباء. يعني لما يجي نون ساكنة أو تنوين بعدها حرف الباء نقلب النون الساكنة ديت أو التنوين لميم. يعني ما نبينش نون ساكنة وتنوين قوي زي ميم بعد. نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء هنقلبها لميم بعد، ميم بعد أكني بننطق ميم مش نون. هنخش على ثالث حاجة اللي هي الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي لغة الستر والكتم، يعني نستر عن حاجة، بنكتب عن حاجة. اصطلاحا هو النطق بالحرف بصفة بين الإصرار والإدغام مع مراعاة من غير تشديد مع مراعاة الغنة. يعني الحرف اللي احنا هننطقه بصفة بين الإصرار والإدغام وما نشددهوش، ما نحطش عليه شدة، مع مراعاة الغنة ونخلي الغنة زي ما هي. طب ايه هي حروفه؟ أوائل كل كلمة، أوائل حروف كل كلمة في صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في تقى ضع ظالمة. أوائل كل كلمة، يعني كل كلمة أول حرف فيها. إيه هو البيت؟ صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في تقى ضع ظالمة. صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في تقى ضع ظالمة. مثلا صف الصاد، ذا سنة الذال، وكده واحنا ماشيين أول كل كلمة. والحمد لله خلصنا. وهنختم آيتين من القرآن الكريم على اللي احنا شرحناه النهارده. هنقرأ إن شاء الله من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فاطر السماوات. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. شكرا. يا ريت اللي استفاد من الفيديو يعمل لايك واشتراك عشان نقدر نكمل معاكم الحلقات القادمة ونستفاد أكتر.